ازيكم يا اللي مفيش زيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين النهارده ايه؟ حاجه جميله جميله جميله. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الحبيب ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معانا نص كيلو ذره صفرا. عارفين ايه الذره الصفرا؟ مش الذره بتاعت الفشار، لا، الذره الصفرا اللي هي الحبايه العريضه شويه. مسكتها غسلتها، نقيتها الاول وغسلتها غسله حلوه ونقعتها من بالليل للصبح. بصوا، رميت الميه بتاعت النقع وبعد كده شطفتها شطفه حلوه تاني. الميه اللي احنا هنسلق فيها بقى ميه نضيفه خالص، دي ميه النقع نتخلص منها خالص. ومش اقل من 12 ساعه نقع، من بالليل للصبح او من الصبح لبالليل. وتتخلصي من ميه النقع اللي انت ناقعه فيها وترجعي تحطي ميه نضيفه تحطيها على النار. اول ما تحطيها على النار تغلي، هدي النار وسيبيها. اللقطة دي فاتتني بصراحة، كنت فاكرة ان انا بصور. هديت النار وسبتها كده، اخدت معايا حوالي 3/4 ساعة. حسيت انها استوت وفنشت كده والدراية، يعني حباية الذرة تضاعف حجمها. طلعتها من المية اللي اتسلقت فيها وحطيتها كده هوا، صفيها خالص من ميتها. بصوا استوت خالص ازاي، بس ما تغلطوش غلطتي، بقيت تقرقش معايا بزيادة، يعني اتكوا عليها في السوا كده. حطيت نص كوباية دقيق عادي ونص كوباية دقيق ذرة. حطيت بابريكا وكركم وكاري، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، وشوية ملح حلوين كده. كل حاجة معلقة معلقة معلقة. وننزل بقى بالذرة بتاعتنا بعد ما اتجففت تماما. قلبي بقى كل الحاجات الجميلة دي بقى مع بعضها. مقرمشات تحفة تحفة تحفة، جربوها والله هتعجبكم. لو وصلت معايا في الفيديو للوقت ده بالله عليكي ما تنسيش لايك، روحي حطي لايك وتعالي يا قمر. قلبنا كده واتغلفت حباية الذرة كلها، ورحنا حطيناها في المصفى، صفينا منها كل الدقيق الزايد والزيت ما يكونش حامي قوي، وننزل بيه متوسط يعني نص نص. بصوا اللون الاشقر ده، لا نتك عليها شوية تاني لحد ما يبقى اللون الاورنج الغامق ده. بصوا الله، ريحة التوابل بقى تحفة. وانزلي بقى لو سامعة القرمشة، والله العظيم مش قادرة اقول. العيلة وعيلة العيلة كان عمال يقولي ايه الجمال ده. صفيت. نحط بقى الحطة التانية كده. خلاص الزيت خلاص، شكرا. نحط بقية الذرة بتاعتنا ونقلب، ويطلع بنفس الطريقة وبنفس اللون اللي انا بقول لكم عليه. بصوا لونه جميل ازاي، سامعين القرمشة؟ بصوا والله الكاميرا ظلموه، لونه كان تحفة، الاشقر الغامق. وبصوا قرمشة بقى وايه، عامل زي اللب والسوداني بصراحة. تانيك رايحة جاية عليه، والذرة طبعا مفيدة. حطي بقى كل النكهات اللي انت عايزاها بقى. شوية ملح بشطة، النكهة بتاعت الملح اللي هي بالجبنة. اي منكهات انت عايزة تحطيها حطيها، وتسالي بقى. الله على الجمال. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوة حلوة ولايك وشير سبسكرايب لتيتا زوزو، وجربيها مش هتندمي.